بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. حبايبي ومتابعيني على قناتي على اليوتيوب، أهلا بيكم. كل عام وأنتم بخير. النهاردة 9 رمضان، كل عام وحبايبي جميع المسلمين في كل أنحاء الدنيا بخير. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة، أو القصيدة اللي هنقولها النهاردة، قصيدة بعنوان في عيد ست الحبايب. النهاردة الثلاث، يوم الخميس، عيد 21 مارس، هيكون عيد الأم. يعني في ناس طبعا كثيرة بتعترض على قصة عيد الأم، على أساس وهي الأم، يعني ده الأم مش 21 مارس، ده الأم لو جعلت لها كل ساعة عيد لن تفيها حقها. احنا مش عايزين نشرح كثير، لو قعدت أشرح ولا يكفينا حتى 5 ساعات في كيفية الوفاء للأم وكيفية بر الوالدين. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما راح في حديث ما معناه، لما واحد راح قال له يا رسول الله، ده أنا شلت أمي فوق راسي طول عمري طول عمري، هل أنا وفيت حقها؟ قال له ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة. فالأم دي يعني حكاية تاني، يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني بعد ربنا على طول بتطيعها طاعة عمياء. الأم دي الإنسان بيطيعها طاعة عمياء إلا في الكفر، حالة واحدة فقط لا تطيع والديك فيها، في حالة إن هم يقولوا لك اكفر بالله والعياذ بالله، ويقول لك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا. وبرضه يعني وقول لهم كلام جميل برضه، يعني بيقولوا لك اكفر، ونفس الوقت ما تقول لهم ما رب لما قالش اما يقول لك اكفر اضربهم ولا اشتمهم ولا حاجه، لا، وصاحبهما في الدنيا معروفه. فالام دي يعني، وفي ناس بتعترض بتقول لك هي سنه حسنه. انا من وجهه نظري سنه حسنه، ده عملها استاذنا الكبير استاذ مصطفى امين، سنها، فمن سن في الاسلام سنه فله اجرها واجر من عمل بها. انا مش عايز اشرح كتير، تعالوا نشوف في القصيده بعنوان في عيد ست الحبايب. بقول في عيد ست الحبايب، بوس اياديها وبكل عطف ومحبه، قرب وناديها واخفض جناحك مذله ربك امر بيها. واخفض جناحك مذله ربك امر بيها، حب امك موده يسعدها يهنيها، تفرح لفرحك وتلاقي الفرحة تبديها، ولو شافت حزن في عينيك تلاقي الناس تعزيها. احرص على حب أمك إياك تعاديها، تعادي ست الحبايب وتنكر مساعيها، شاركها في حزنها ولازم تواسيها. وإذا كانت مرة مريضة ادعي المولى يشفيها، ولو شفاها ربنا ادعيه يحرسها ويحميها. ومد ايدك في ايدها تلاقي الجنة في ايديها، ومد ايدك في ايدها تلاقي الجنة في ايديها. غضب ربنا عليك من غضب امك، هو السبب في سعادتك او سبب همك، هو السبب في سعادتك او سبب همك. 9 شهور حملتك وكان همها في همك، تخاف عليك من الهوى ما هو دمها في دمك، تخاف عليك من الهوى ما هو دمها في دمك. سنتين رضاعة وفطام تحميك وتلمك، سنتين رضاعة وفطام بتحميك وتلمك. أمك هي حبيبتك لا خالك ولا عمك، أمك هي حبيبتك لا خالك ولا عمك. حب ست الحبايب حب ملهش حدود، حب ست الحبايب حب ملهش حدود. أحلف برب السما ربنا المعبود، أمي يا ست الحبايب يا أم الكرم والجود. لولا وجودك ما كنتش أنا موجود، لولا وجودك يا أمي ما كنتش أنا موجود. بحرك يفيض بالمحبة ولو عملنا سدود، بحرك يفيض بالمحبة ولو عملنا سدود. حملتيني 9 في بطنك يا أم العيون السود، ويوم ما اتولدت كنت سعيدة يا أمي وأنا مسعود. كنت سعيدة يا أمي وأنا مسعود. هيفضل فينا عطائك طول الحياة ممدود، هيفضل فينا عطائك طول الحياة موجود. وهيظل فضلك علينا فضل مليش حدود، وهيظل فضلك علينا فضل مليش حدود. فضلك علينا يا أمي خالد في قلوبنا خلود، أمي ما أجمل عطائك والعطاء ممدود.
أمي ما أجمل عطائك، والعطاء ممدود، عدم رضاك علينا يكون الطريق مسدود. عدم رضاك علينا يكون الطريق مسدود. أنت رضاك من رضا الرحمن، أنت رضاك يا أمي من رضا الرحمن، وفضلك علينا يا أمي في الكتاب موجود، وفضلك علينا يا أمي في الكتاب موجود. الجنة شرط رضاك والجنة للموعود، الجنة شرط رضاك والجنة للموعود. يظل كرمك علينا كرم مليش حدود. أف كتيرة عليك، أف كتيرة عليك، أف لكل جحود. فضلك علينا يا أمي أبدا ما نوفيه، فضلك علينا يا أمي أبدا ما نوفيه. لو الأرض فرشناها حنة والسماء بورود، لو الأرض فرشناها حنة والسماء بورود. ودي قصيدة في عيد ست الحبايب. أتمنى أني يعني هو بيبقى يوم كده كل إنسان، الدنيا لهت الناس، والأسعار والغلا والبلاوي اللي بتحصل يمكن من عقوق الوالدين، ما هي من أعمالنا سلط علينا. بتقول الغلا والبلاء اللي ظاهر ده الأيام دي ما مننا من أعمالنا احنا. هو يوم تفتكر فيه أمك، ولو تجيب لها هدية، تجيب لها حتى ولو أضعف الإيمان، لو وردة، لو تقول لها كل سنة وانت يعني ما فيش خالص، قول لها يا ستي يا سيدي كل سنة وانت طيبة يا أمي، بوس عليها على راسها، بوس على رجليها. مباح ليك إن الأم دي إنك تبوس على رجلها، أمك دي مباح ليك إنك وربنا قال وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يبقى الذل الاثنين، محدش يتذلل لحد، الذل الاثنين لربنا ولأمك والوالديك، يعني هم دول اللي ربنا أمرنا، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. تحياتي لكم تحيات الشاعر علي عبد الرازق الداري، المعصر، الفتح، أسيوط. تليفون 011 511 60 29. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.